اول 3 ثواني حد فيهم بيفتح بروفايلك على الانستجرام يا اما بيكسبوك فولو عميل يا اما بيخلوه يقفل ويمشي. وفي الفيديو ده هشارك معاك 10 تعديلات بسيطه جدا اللي لو طبقتهم صح بروفايلك هيتحول لمكنه فلوس، بتحول المشاهد لمتابع والمتابع لعميل. انا محمد عزام بشتغل في التسويق بالمحتوى وقدرت اوصل لاكتر من 40,000 متابع في اقل من 3 شهور، وساعدت عملائي يوصلوا لالاف المتابعين ويحققوا ملايين المشاهدات. وشفت بروفايلات كتيره جدا بتضيع الفرصه علشان مش متظبطه، فانا جربت وطبقت ووصلت. وبناء على ده هقول لك تعمل ايه بالظبط. الفيديو ده طويل شويه ولكن مليان معلومات عمليه جدا، وغالبا اقوى من كورسات كتيره ناس بتبيعها بمبالغ كبيره، بس لازم تكون جاهز تشتغل وتطبق معايا خطوه بخطوه. هات موبايلك وورقه وقلم ويلا نبدا. هنقسم الفيديو بتاعنا لجزئين. الجزء الاول هيكون متخصص في تظبيط الحساب بتاعك والشكل الخارجي بتاعه من بره، اما الجزء الثاني هتكون اعدادات داخليه محتاجين ان احنا نظبطها هتساعدنا اكتر في الانتشار. وهنا هنيجي لاول حاجه معانا وهي اليوزر نيم. وهنا اهم حاجه في اليوزر نيم ان يكون اسمك، وهنا ركز كويس ان انت تبعد اسم الشركه عن الموضوع، خاصه ان انت لو حابب تبتدي تبني لنفسك بيرسونال براند يفضل ان الحساب يكون شخصي. الناس بتتعلق بالافراد اكتر من الشركات. تاني حاجه وهو الاس اي او ديسبلاي نيم، وهنا الغرض منه ان انستجرام يفهم بالظبط انت مجالك وتخصصك ايه، فبالتالي لما يجي حد يبحث عن التخصص بتاعك او المجال بتاعك يقدر يوصل لك بسهوله وانت تطلع في نتائج البحث. زي مثلا لما نيجي نقول محمد عزام كونتنت استراتيجيست او محمد عزام تسويق بالمحتوى، فهنا الكيورد ده هو اللي هيساعد انستجرام انه يرشحني للجمهور اللي مهتم بالتخصص او الكيورد بتاعي ده. وهنا لازم نركز على نقطتين. اول حاجه معانا وهو ان الكيورد بتاعي ما يكونش عام جدا وما يكونش ضيق جدا، يفضل انه يكون بيتوجه لشريحه معينه من الناس. وزي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده اهم حاجه في السوشيال ميديا انك تكون متخصص في مجال بعينه قابل للتوسع، فركز في مشاكل جمهورك المستهدف وابدا ارمي نفسك في الكيورد الخاص بالتخصص بتاعك. بعد ما ظبطنا الاسم والاس اي او نروح لاول حاجه الناس بتشوفها فعلا وهو الصوره الشخصيه. وهنا الهدف من الصوره ان هي تكون واضحه وتفاصيل وشك فيها باينه وتبين احترافيتك. حرفيا انا بحكم على اي اكونت من مجرد الصوره الشخصيه، بيظهر اذا كان الاكونت ده فعلا شخص بروفيشنال ولا شخص عادي. وهنا لازم تبقى فاهم ان انت مش محتاج كاميرا احترافيه عشان تعملها، انت بس محتاج موبايل واضاءه كويسه وصوره قريبه من الوش. وهنا الافضل انك تكون مبتسم، هتسهل التواصل معاه. واعمل زوم على الوش وخد بالك ان الصوره على الانستجرام بتكون صغير، وحافظ على لون ثابت في الخلفيه، ده اللون اللي هيميز البراند بتاعك، فخد بالك خليك ثابت وواضح عليه. طيب دلوقتي حد دخل بروفايلك شاف الصوره، السؤال ايه اللي هيقراه بعد كده؟ وهنا البايو هو اللي هيظهر قد ايه ان انت محترف، وهيحول الزائر لمتابع ويحول المتابع لانه يضغط على اللينك اللي انت حاطه في البايو. فركز في التفصيله بتاعت بايو، محتاجين نركز على 3 نقاط: ايه اللي انت بتعمله والمين بتعمله وايه النتيجه اللي انت وصلت لها. تاني سطر معانا وهو ده اللي هيثبت قوتك في مجالك وهو الانجاز او الخبره اللي انت وصلت لها بارقام ونتائج فعليه. تالت سطر هيكون السي تي اي اللي هيدفعهم ان هم يضغطوا على اللينك. ركز في اللينك هيخليه يروح فين، والسي تي اي هيوضح ليه ده لمصلحته. طيب البايو دلوقتي ممتاز، بس اللينك اذا فيه مشكله فانت بتخسر تحويل العملاء بايدك. وهنا هنيجي لاهم نقطه في اللينك هو انك تحوله لديب لينك. والهدف من الديب لينك ان هو لما اي حد يضغط على اللينك اللي موجود عندك في البايو ما بيدخلش في متصفح الانستجرام نفسه، لان متصفح الانستجرام بيمنعه انه يدخل ويتفاعل مع صفحتك على اليوتيوب او لينك البيج اللي انت بعته عليها، ما بيعرفش انه يدخل يتفاعل عليها او حتى يتم اي عمليه شراء. فبالتالي الديب لينك هيسهل عليه ان هو يطلع بره متصفح الانستجرام ويدخل اللينك او البيج اللي انت بعته عشان يدخل عليها بكل سهوله وسلاسه ويتفاعل عليها عادي بشكل طبيعي. ولكن الديب لينك ليه اشتراك تقريبا على الفرد بيدخل تقريبا 2 سنت على ال 200 شخص اللي هيدخلوا هيتسحب منك تقريبا $20. وهنا السؤال ده هيطرح نفسه: هل لو دخل عندك 200 شخص على اللينك ايه احتماليه ان يدخل عميل واحد على الاقل منهم ويشتري الخدمه بتاعتك، والخدمه بتاعتك هيكون سعرها كام؟ فاذا لقيت ان دخول ال 200 شخص هيجيب لك مبيع هتعوض لك ال $20 اللي انت دفعتها في الديب لينك، فده استثمار بالنسبه لك ناجح. وهنا ممكن تحط فيه لينك اليوتيوب او الواتساب او حتى لينك كورس، حتى لينك استشاره. دلوقتي البروفايل بتاعك بقى واضح، البايو بيقنع واللينك بيحول. هنا هنيجي لنقطه مهمه جدا واللي ناس كتيره بتستهين بيها
وهي الهايلايتس. وهنا الهدف منها ان انت توضح عرضك، نتائجك وشخصيتك في ثواني. بلاش هايلايتس كتيره، 50 هايلايت كل هايلايت بتتكلم فيها عن كلاينت خاص بيك. جمع كل النتائج بتاعتك في هايلايت واحده، ده اسهل وافضل في اظهار الاكونت بتاعك بشكل بروفيشنال. وخلينا نقول ان الحد الاقصى بتاعها هو 5 هايلايتس، واهم 3 لازم يكونوا موجودين. اول حاجه منهم هو الاوفر، هتوضح فيه بتبيع ايه والمين وازاي يتواصل معاك ويشتري. هنا ممكن تعملها سلسله تكون اكتر من ستوري، كل ستوري بيكون فيها نتيجه وCTA واضح تسهل عليه التواصل معاك وشراء الخدمه اللي انت بتقدمها. تاني حاجه وهي نتائج العملاء، وهنا هتوضح فيها قبل وبعد نتائج شغلك، وده هيوضح بالظبط هل الكلام اللي انت بتقوله فعلا بيجيب نتائج. تالت واهم هايلايت معانا وهي الهايلايت الشخصيه، وهنا الهدف منه انك تبين جوانبك الشخصيه وتخلي الجمهور يتعلق بيك اكتر وتكسب ثقتهم عن طريق المحتوى. وهنا في اختيارات ليك اضافيه لو انت حابب ان انت تضيف هايلايتس، من ضمنها اراء العملاء بتوعك، ولو انت مثلا بتعين حد معاك جديد فانت عامل لينك هايرنج، او مثلا لو انت منزل اضافات مجانيه او قوالب مجانيه عشان حد يحملها. دلوقتي خلصنا شكل البروفايل نفسه، ندخل بقى على اهم الحاجات اللي في ناس كتيره بتضيع فيها فلوس وفرص على الترابيزه. اول اعداد معانا مهم وهو نوع الحساب بتاعك، وده ممكن انك توصل له عن طريق الاكونت تايب اند تولز. ده موجود عندك في الاعدادات بتاع الانستجرام. مجرد ما بتفعل الخيار ده وتدخل عنده بتلاقي فيه انواع للكونتنت او انواع للمحتوى. الحساب العادي اللي هو البيرسونال اللي انت بتستخدمه، في الحساب اللي هو البيزنس، وفي الحساب الخاص بالكرييتور او صانع المحتوى. طبعا في حاله ان انت لو انت انفلونسر عايز تقدم محتوى، انت يفضل ان انت تستخدم الكرييتور. طب لو انت صاحب بيزنس عايز ان انت تقدم خدمه، او عايز ان انت يكون عندك مثلا، او انت صاحب شركه مثلا براند او شيء من هذا القبيل، يبقى افضل حاجه ليك ان انت تعمل حساب بيزنس. طبعا عشان تبقى انت فاهم في حساب البيزنس من العيوب بتاعه، مفيش امكانيه انك توصل فيها للميوزك الترند زي حساب الكرييتور او حساب البيرسونال. دي الحاجه الوحيده اللي بتعيبه، ولكن المميز فيه ان بتظهر فيه احصائيات اضافيه عن حساب الكرييتور وعن حساب البيرسونال العادي. ولكن لو هدفك ان انت انفلونسر حابب ان انت تزود الفيوز عندك او المشاهدات وتبدا ان انت تاخد الموضوع ككونتنت كرييشن، فيفضل انك تعمل حساب كرييتور. وبما انك طورت حسابك سواء بيزنس او كرييتور، بقى عندك باب مهم جدا لزياده الثقه والتاكيد وهو التوثيق. وهنا الهدف منه ثقه، حمايه، ودعم اسرع، مع العلم انه غير متاح انك تتواصل مع الدعم بشكل مباشر وسريع الا لما تكون انت عامل فيريفيكيشن للاكونت بتاعك. ده غير طبعا الشكل البروفيشنال اللي هو بيديهولك وبيبين قد ايه ان انت شخص محترف والاكونت بتاعك انت مهتم بيه. وهنا لازم تفهم ان التوثيق مش مجرد شكل حلو، ولكن هو بيحميك من الانتحال وبيحميك من اي حد ممكن ان هو يهدد او يحظر الاكونت بتاعك. وهنا انت لو هتشترك فانا شايف ان اول اشتراك هيكفي وزياده، ولكن لو انت محتاج بعض الاعدادات الاضافيه وبعض الامكانيات الاضافيه فانت ممكن ان انت تعلي مع الوقت الاشتراك اللي انت عملته. وبعد التوثيق تعالى نستخدم ميزه ناس كتيره مش واخده بالها منها، بل الناس ساعات ممكن تساعدك في ان هي تقفل لك مبيعات وانت حرفيا مش موجود، وهي الاسئله الشائعه اللي جمهورك بيطلبها او بيسالها دايما بشكل مستمر. تقدر ان انت عن طريق الحساب البيزنس انك تضيف بعض الاسئله الشائعه وترد على الاجوبه بتاعتها، بحيث ان اي حد يدخل يساله يلاقي ان الاسئله اجابتها كلها موجوده وبدون اي تدخل منك تماما. وهنا مهم ان الرد يكون واضح، سواء هيطلب منهم ان هم يعلقوا بكلمه معينه او يديهم فورم معينه ان هم يملوها فيحولهم لعملاء وانت حرفيا مش موجود. اخر اعداد معانا بسيط جدا، ورغم كده في ناس كتيره مش بتفعله وبيضيع عليهم فولورز كتير، وهو شو اكونت سجستشن. ودي بكل بساطه بتخليك تظهر في الحسابات المقترحه لاي حد يتابع اي كونتنت كريتور محتوى مشابه للمحتوى بتاعك، فده حرفيا بيديك فولورز كتير بدون اي تدخل منك. فانت لازم ان انت تفعله، وما ينفعش انك تفعله الا من خلال الديسكتوب او اللابتوب. فده عشان تفعله لازم تدخل في اعدادات الحساب وتنزل تحت لحد ما تلاقي شو اكونت سجستشن. وبكده انت مش بس ظبطت شكل الاكونت والبروفايل بتاعك، ولكن ظبطت كمان الاعدادات اللي هتساعدك ان انت تكبر وتنمو بشكل اسرع على الانستجرام. ولو وصلت لحد هنا فانت معاك دلوقتي خريطه كامله قادره ان هي تاخدك بدايه من تظبيط حسابك على الانستجرام لحد الاعدادات بتاعته النهائيه. ونصيحتي ليك ما تقولش انا هقفل الفيديو واطبق الاعدادات دي في وقت تاني، افتح حسابك دلوقتي وابدا طبقها خطوه بخطوه معايا. ولو انت رائد اعمال وعايز حد يبني لك سيستم محتوى كامل بدايه من الصمبينيل للفكره للسكريبت للمونتاج للفانلز، تواصل معايا على الانستجرام وابعت لي كلمه سكيل.